عايزك تفكك بقى من تحدي الاوزان وتحدي البتنجان وخدهم مني كلمتين ينفعوك. لو انت بتتمرن من غير ما تعرف اقصى وزن تقدر تشيله وتجيب بيه عده واحده بس، يبقى انت كده بتتمرن بعشوائيه. النهارده هقول لك ازاي تحسب ال1 ار ام بتاعك من غير ما تعرض نفسك للاصابه. يعني ايه اصلا ال1 ار ام او ال1 ريبيتيشن ماكس؟ ده اقصى وزن تقدر انك انت تشيله وتجيب بيه عده واحده بس بتكنيك مظبوط. يبقى خد بالك انا كده معايا شرطين، الشرط الاولاني ان اجيب بيه عده واحده بس، والشرط الثاني ان التكنيك بتاعي يكون مظبوط. طيب ليه باكد على الشرطين دولت؟ هتعرف في اخر الفيديو. طيب ليه مهم ان انا اعرف ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعي؟ لان ده ببساطه المرجع اللي احنا بنحدد عليه البرنامج التدريبي بتاعنا. يعني لو هدف حضرتك ضخامه عضليه غير اللي هدفه تحمل عضلي، غير اللي هدفه قوه، غير اللي عايز اعاده تاهيل. قلت قبل كده كذا مره ان كلنا مختلفين عن بعض وبالتالي اهدافنا مختلفه عن بعض. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ازاي احسب ال1 ار ام بتاعي او ال1 ريبيتيشن ماكس؟ الحقيقه ان في طريقتين تحسب بيهم ال1 ار ام. الطريقه الاولى وهي طريقه للمتقدمين، والطريقه الثانيه للمبتدئين. هنتكلم دلوقتي على الطريقه الاولى اللي هي طريقه المتقدمين. والله الموضوع بكل بساطه، اختار اي تمرين انت بتخش، هتقعد تحمل في الوزن وتزود الاوزان بتاعتك لغايه ما توصل للوزن اللي بتجيب بيه عده واحده بس بتكنيك مظبوط، وبكده يبقى ده هو ال1 ار ام او ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعك. بس زي ما قلت دي طريقه للمتقدمين. طيب ليه؟ عشان خاطر ما تعرضش نفسك لخطر الاصابه. الطريقه الثانيه وهي للمبتدئين، وانا شخصيا بعتبرها الطريقه الاذكى، وهي معادله بنستخدمها في الفتنس. المعادله دي بنتوقع من خلالها اقصى وزن انك انت تقدر تشيله كام من غير ما نقعد نحمل في الاوزان ونزود خطر الاصابه. وعشان خاطر تقدر تحسب المعادله دي انت محتاج حاجتين اتنين تعرفهم، وهو وزنك وعدد العدات اللي بتقدر تجيبه بالوزن ده. هتختار وزن تجيب بيه من 3 ل 10 عدات. خلاص حط الوزن في دماغك بقى وحط عدد العدات برضه في دماغك. تعالى نحسب بقى مع بعض ال1 ار ام. الآلة الحاسبة بقى بتاعتك ومعايا. ال1 ار ام بيساوي الوزن اللي انت بتشيله واحد زائد، هتفتح قوس كبير، عدد العدات اللي انت جبتها في نقطة 0 3 تلاتات. تحس رقم شركة اتصالات قوي. لما تحط الارقام دي في المعادلة بتاعتك هيطلع لك رقم تقريبي، هو ده بالظبط ال1 ار ام بتاعك او ال1 ريبيتيشن ماكس. بس دايما خلي فيه مساحة كافية في الرقم اللي هيطلع لك. تعالى بقى ناخد مع بعض مثال عملي على الموضوع ده. طيب ده مثال عملي على حساب ال1 ار ام بتاعنا ال1 ريبيتيشن ماكس، وقلنا ان ده اقصى وزن هتقدر ترفعه وتجيب بيه عده واحده بس قلنا برضو ان في شرطين اتنين. الشرط الاولاني ان اجيب بيه عده واحده بس بتكنيك سليم. طيب الطاره من دي عامله 15 كيلو، ففي الكفه الواحده في المكان الواحد ده في 30، وفي زيه كمان هنا 30، يبقى 30 و30 ده 60. يبقى احنا قلنا هنرفع وزن نجيب بيه من 3 ل 10 عدات. انا والله ما اعرفش انا بجيب بيهم كام عده، خلينا نشوف مع بعض. طيب كده بال 60 كيلو اللي انا لسه رافعهم دولت جبت بيهم 10 عدات. مش هقعد اخمن بقى انا اقدر ارفع وزن قد ايه اجيب بيه عده واحده بس. قلنا ان في معادله بنستخدمها في مجال الفتنس بنتوقع بيها اقصى وزن نقدر نرفعه نجيب بيه عده واحده قد ايه. تعالى بقى معايا على الاله الحاسبه، وزي ما انت شايف قدامك على الاله الحاسبه فاحنا هنقول 60، وده الوزن اللي احنا شلناه فيه، ونفتح قوس اولاني. بعد كده نقول 1 زائد، نفتح قوس تاني، نقطة 0 وتلات تلاتات في عدد العدات اللي احنا جبناهم اللي هم 10. وما تنساش تقفل القوس التاني والاولاني، فهيطلع لك الناتج حوالي 80 كيلو جرام. فيبقى انت كده ال1 ار ام بتاعك او ال1 ريبيتيشن ماكس بتاعتك او اقصى وزن تقدر تشيله تجيب بيه عدة واحدة بس هو 80 كيلو. طيب ليه بقى يا كوتش احنا محتاجين نعرف ال1 ار ام بتاعنا؟ لان ببساطه لو هدفك كان تضخيم فانت هتلعب من 65 ل 80% من ال1 ار ام بتاعك. طيب لو كان هدفك بس قوه فانت هتشيل من 80 ل 95% من اقصى وزن تقدر تجيب بيه عده واحده بس. ولو هدفك كان تحمل عضلي فالنسبه بتاعتك هتكون من 50 ل 65% من ال1 ار ام بتاعك. فاللي نفهمه من كده انك انت لازم في البدايه تعرف هدفك كويس. مش خلطبيطه ايه يا جماعه؟ واي حد بيقول لك بقى انتوا بتتكلموا بالعلم وبتعقدوها والدنيا ابسط من كده. احنا بنتكلم بالعلم عشان احنا ناس متعلمه وفاهمه، مش ناس جاهله من العصر الحجري. الرياضه بتاعتنا بتتطور كل يوم عن اللي قبله، واللي كان يناسب واحد من 50 سنه ما ينفعش يناسب نفس الشخص دلوقتي. طب ايه اكتر الاخطاء بقى اللي اللعيبه بيقعوا فيها؟ ان هم بيحسبوا ال1 ار ام بتاعهم وهم بيجيبوا العدات يا عيني بصعوبه جدا. الغلطه الثانيه اللي بيعملوها ان هم بيرفعوا الوزن
لكن ايجو ليفتنج يعني الاداء بتاعهم غلط. واحنا قلنا شرطين ما تنساش. الشرط الاولاني وزن اجيب بيه عده واحده بس، والتاني ان التكنيك بتاعي يكون مظبوط، والتكرار يعلم الشطار. تالت حاجه ان في ناس بتحسب ال1 ار ام بتاعها وبتثبت عليه لسنين. طبعا ده مش مظبوط، لان لو بيحصل لك تطور حقيقي فال1 ار ام بتاعك بتاع النهارده هيختلف عن 6 اسابيع جايين. فمن الضروري من كل 4 ل 6 اسابيع ترجع تحسب ال1 ار ام بتاعك. في النهايه عايز اقول لك ان الفرق ما بين شخص عادي وواحد بيتدرب صح ان التاني بيكون عارف ارقامه كويس جدا وبيتابعها. ولو استفدت من الفيديو ده فما تنساش تسيب لي في الكومنت تمرينه بتحب تلعبها وال1 ار ام بتاعك فيها كام، او اختار تمرينه وقول لي وزنك وعدتك فيها كام وانا هحسب لك ال1 ار ام بتاعك وابعته لك. في النهايه ما تنساش الفولو واللايك عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجايه، عشان خاطر والله يا جماعه بتعب قوي في تصوير الفيديوهات دي لوحدي، فدعمكم ده هو اللي هيفرق معايا وهو اللي هيخليني اكمل الشغل اللي انا بعمله. اشوفكم على خير، مع السلامه.